بس بصراحه الكحك تحفه. قلبي. السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف. والنهارده بقى هنجرب اغلى كحك في مصر. كنت قاعد بقلب كده على الفيسبوك ولقيت الصوره التحفه دي بصراحه، فاتحمست قوي بصراحه اشوف بقى الكحك اللي من جوه حاجات ده ومن بره حاجات وليلته الكبيره قوي دي بصراحه يعني. فما كدبتش خبر وجبت منه طبعا على طول، وجبت كمان من عنده كام حاجه كده لفت انتباهي في نفس المكان. وطبعا الاسعار اللي هتشوفوها في الحلقه دي كلها دي في مستوى عائله سويرس وابو هشيمه، فمحدش خد خالص من الاسعار. انا عن نفسي جايب ربع كيلو بس من كل حاجه. فيلا بينا نشوف الكلام عليه ونبدا باول حاجه وهي كحك فيريرو روشيه. طبعا سعر الكيلو منه ومحدش اتخض خالص من الرقم، 550 جنيه ده الكيلو الواحد. طبعا هو عامل حركه ظريفه، انت ممكن تشتري اي حجم انت عايزه، وعامل حركه تانية ان انت لو عايز تجرب واحده بس ممكن تشتري عنده الواحده ب 24 جنيه. احنا الحسبه بتاعتنا الربع كيلو اللي انا جايبه ده على ما جينا قسمناه عامل 5 وكسور، فهو بصراحه جايبين 6، فكده يعتبر الوزن ممكن يبقى احسن لك شويه في العدد يعني. طبعا انا بالنسبه لي الكحك ده بالسعر ده بالصوره اللي انا شايفها دي، فانا محتاج منه اشوف شويه حاجات كده. اول حاجه محتاج احس بكواليتي شوكولاته عاليه جدا بمكسرات بندق طبعا، وطعم بندق يكون كويس جدا، واحس بطعم الكحك وسمنه الكحك، ما احسش ان انا باكل شوكولاته بس وخلاص جواها بسكوت كده وخلاص. الحاجات دي كلها لو انا ما حسيتهاش وانا باكلها دلوقتي فيبقى بالنسبه لي الموضوع ده كده اي كلام، يبقى الكحك العادي بالنسبه لي احسن. يبقى انا كده مش هحس ان انا فرحت من اخر الفرحه بتاعت العيد بقى، وان دي حاجه جديده كده في افتكاسات العيد الجديده وكحك وبتاع. نبدا بقى ايه، ندوق كده نقول بسم الله. ده كده شكلها من بره، من تحت كده ايه كحك كده عادي خالص. ندوق كده واحده نقول بسم الله. جامده قوي يا جماعه. انا كنت بصراحه متحفز قوي ان انا مش عايز اقول ما يعجبنيش او حاجه بسبب سعره، بس بصراحه الكحك تحفه. طعم الشوكولاته تحفه جدا، وطعم الكحك كمان واضح وقوي قوي وباين قوي، وطعم متوازن بصراحه قوي بين سمنه الكحك او طعم الكحك اللي احنا متعودين عليه وبين طعم الشوكولاته. مفيش طعم فيهم غالب على التاني، طعم كل حاجه واضحه بصراحه وباينه قوي وعجبتني قوي. كمان ايه شكله بصراحه من جوه كده تحفه جدا. طعم السمسم وطعم السمنه واضحين جدا في الكحك. قوام الكحك نفسه حلو، مش مفرفت كده ولا مفرول، لازم يبقى ماسك نفسه طبعا عشان يستحمل كميه الحشو اللي فيه دي كلها. فلو الدنيا معاك ماشيه والدنيا حلوه هاته هتنبسط بصراحه. لو الدنيا في العادي يبقى الكحك العادي ما زعلناش في حاجه يعني. الكحك بنعمله في البيت او نجيبه من اي محل حلو برده هيقضي الغرض وهتتبسط وهيبقى كله تمام. بصراحه الفضول كان واكلني قوي بصراحه اشوف الكحك بالمنظر ده هيبقى عامل ازاي، فبصراحه انا عجبني قوي. ونشوف بقى اللي بعده عامل ازاي. تاني حاجه بقى وهي بدي فورس بريد، وده عباره عن 6 انواع بيستاشيو وكندر ونوتيلا ووايت شوكليت ولوتس وحاجه او حاجتين كمان. انا طبعا طلبت من عنده ربع، وده سعر الكيلو بتاعه عامل 345 جنيه. طبعا انا هنا بالشكل ده انا محتار، مش عارف هل هم فعلا انواع كتير ولا هو حاطط شوكولاته بيضاء وشوكولاته سودا بس هو كان كاتب في البوست ده انا لسه واخد بالي منه ان الحشو بيبقى جوه مش من بره. فطبعا انا كده هضطر ان انا افتحهم واشوف الكلام على ايه. نبدا كده ايه بواحده ايه بالشوكولاته البيضاء دي. بصوا انا في اللي انا دقتها دي طعم الشوكولاته بصراحه حلو جدا، سكرها حلو جدا، وطعمها خامتها محترمه جدا جدا، والبندق كمان اللي جواها ده عامل شغل حلو قوي. بس البيديفور نفسه هو مش وحش، هو حلو بس مش اللي هو واو بقى ولا هو حاجه تخطفك ولا حاجه. لا، ممكن تجيب بيديفور من اماكن تانية باسعار تانية اقل من كده كبيديفور نفسه، او كطبقه البسكوت دي من نفسها اللي هي البيديفور من تحت دي، لا هتبقى احلى. فانا هنا بصراحه كده شايف بالنسبه لي ان لغايه دلوقتي في اللي انا قلتها دي لا السعر كده اوفر على دي شويه بصراحه. طب ندوق واحده تانية كده بالشوكولاته العاديه ونشوف الدنيا فيها ماشيه ازاي. نقول بسم الله. زي ما قلت طعم الشوكولاته هنا حلو قوي برده، بس انا شايفه بديفور بالشوكولاته عادي جدا يعني، ما فيهوش اي اضافه جديده او اي حاجه تخليه بالسعر ده بصراحه. يعني ممكن من اي حلواني يجيب من عنده بديفور عادي جدا هيبقى بنفس الكواليتي ده، فليه ده بقى سعره كده بالمنظر ده؟ دي حقيقه حاجه انا مش فاهمها. وده كمان طعمه شوكولاته عاديه، ولا حاسس بنوتيلا ولا حاسس ان هو روشيه ولا حاسس ان هو فيه اي طعم مميز خالص. يمكن الشوكولاته البيضاء عشان ده ذوقي قوي فانا بحبها قوي فكانت عاجباني، انما هنا انا حاسس ان هو بديفور او سابليه عادي جدا، ما فيهوش اي افتكاسه او اي حاجه مضافه يعني للموضوع ده. طب انا هفتح واحده ثانيه كده عشان اتاكد بس هل هم انواع مختلفه ولا هو جايب لي نوعين بس. افتحها كده قصادكم واشوفها كده من جوه عامله ازاي. اعتقد نفس الحاجه، شوكولاته بيضه برضو سبريد ما فيهاش اي اضافه جديده يعني. انا بقى شفت كندر وشفت مش عارف ايه وبيستاشيو وقلت هتبقى الدنيا حلوه قوي. لا هنا زطت منك يا عم، مش هقول اسمك دلوقتي خليه في الاخر. نروح بقى للي بعده هو غريبه بالفستق. طبعا دي بقى شكلها كده مش غريبه عاديه بقى وعليها فستق من فوق، لا شكلها كده غريبه نفسها، هي العجينه نفسها غريبه بالفستق. وانا بصراحه بالنسبه لي اكتر حاجه بحبها في حلويات العيد دي كلها تكون الغريبه، كمان بحاجه بحبها جدا وهي الفستق، فما قدرتش افوتها. بس المفاجاه بقى سعر الكيلو بقى هنا بكام يعني؟ قول رقم. قلت في خيالك. طيب سعر الكيلو منها 650 جنيه دي محتاجه واحد يكون بقى ساري خارجي كده هو اللي يجيبها لك يعني. فدي بصراحه لو طعمها طلع زي البيتيفور اللي قبليها وما عجبنيش قوي هزعل قوي 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 قوي. لا السعر كتير كتير قوي، على الله على الله تخزني يا. يلا بينا نقول بسم الله. قلبي
بص انا هبقى راجل وحش قوي لو قلت ان دي مش احلى غريبه انا اكلتها في حياتي. مبدئيا طعم الغريبه نفسها معجونه كده بالفستق تحفه جدا جدا جدا. طعم الغريبه نفسها كده بالسمنه بتاعتها حلوه وباينه قوي، وطعم الفستق كده انت حاسس ان انت بتاكل مكسرات فستق باينه قوي، يعني فستق كده في بقك في كل حته. اما بقى بالنسبه لموضوع السعر، فانا بصراحه طعم الفستق ان انا ضايقه، هو طعم بيور جدا وطبيعي جدا، فستق بجد. كمان ريحه السمنه وريحه الفستق باينين وواضحين جدا. بصراحه انا كواحد من الناس يعني مدمن في العيد حاجه اسمها غريبه، وبحب جدا الفستق لما اكون باكله مع حاجه كده مش لوحده. فالميكس ده بالنسبه لي بصراحه انا عاجبني قوي قوي قوي. كون بقى ان هو يستاهل السعر ولا لا، بصراحه هعتبره زي الفريرو روشيه كده، معاك او الدنيا ماشيه معاك حلوه وقادر تجيب، لا هتنبسط بدي فعلا قوي. الدنيا في العادي الغريبه العاديه ما اشتكتش، زي الفل يا بابا و100 100 يعني. طيب نروح كده بالملخص ونقول لكم الدنيا فيها ايه. طيب احنا النهارده جايبين الحاجات دي كلها من حلواني مرزوق. طبعا ده انا كنت جبته قبل كده في فيديو، وناس كتير حتى في الكومنتات كانت عليه قالت ان هو اسعاره غاليه. انا كنت شايف ان اسعاره ساعتها في المعقول، بس بصراحه النهارده الاسعار غاليه لا قوي 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 قوي. انا بصراحه شايف ان هنا كقيمه مقابل سعر في كل اللي جبتهم، لا السعر اغلى بكتير من القيمه، حتى لو كانت القيمه هنا مش وحشه حلوه. انا بالنسبه لي الغريبه والكحك اكتر حاجه لفتت انتباهي وحبيت ان انا اجربهم، بسبب ان انا ما حسيتش ان انا ممكن الاقي الحاجه دي في مكان تاني، بس مش في المقابل ده انك تعمل السعر تقريبا الضعف. يعني انا شايف الناس اللي بتبيع الكحك اللي بالفستق والكحك اللي بالنوتيلا والحاجات دي في رينج 350 400، انت تعمله ب 550، لا بعيد بعيد قوي. كمان نفس الشيء بالنسبه للغريبه، برده السعر بعيد شويه قوي مش للدرجه دي. فبصراحه الهدف من الحلقه دي ان انت لو الدنيا معاك تمام في الفلوس وهتجيبه زي الفل، تبقى انت عارف بالظبط انت هتجيب ايه، ما تبقاش انت رايح مثلا وخايف. لا هي الحاجه حلوه، بس بصراحه انا شايف ان سعرها لا اوفر جدا عليها يعني. مش طبعا انا شايف ان كل المحلات اوفر، مش ده بس لا مرزوق وصلت لدرجه بعيده قوي قوي في السعر. يعني انا ما توقعتش ان الاقي الحاجات دي بالسعر ده بصراحه. هل دي بقى تكون سياسه عنده ان هو مثلا معلي الاسعار كده عشان الناس تجرب عنده بالقطعه، فيبقى البيع بالنسبه له اقل من الكيلو؟ مش عارف. بس اجمالا كده لو هنتكلم على الطعم فمفيش حاجه ما عجبتنيش اللهم الا البي دي 4، لا كان طعمه عادي جدا. كمان ده سعره بقى غالي قوي وكواليتي لا، يعني ما برشحلكش خالص انك تجيبه. اي بديل هتجيبه بسعر ممكن يبقى نص الثمن كمان، ممكن يعجبك اكتر منه. انما الحاجتين التانيين انا ما لقيتهمش عند حد. لو انت شفتهم عند حد تاني وانا ما اعرفش مثلا اكتب لي في الكومنتات واجربها، جايز يبقى السعر مختلف ويبقى كواليتي احسن. ما لقيتهمش عند حد تاني يبقى خلاص، يبقى هو فعلا عشان هو بس الوحيد اللي بيعملهم، جايز يكون السعر هو مخليه كده. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.